ازيكم عاملين ايه؟ معاكم النهارده حلقة جديدة من بودكاست غسيل افكار. حلقة النهارده باسم شجع ابن بلدك. الحقيقة انا اول حاجة احب اشجعها هما الناس حبايبي اللي بيتابعوني وبيشجعوني وبيدعموني وبيبعتولي ويقولولي رأيهم دايما في كل الحلقات. بجد انا متشكرة ليكم قوي قوي قوي، وحقيقي انا مستمرة بسبب كلامكم. بس خلوني احكي لكم عن طفل نصر عبد المجيد اللي فاز بالمركز الاول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. نصر هو طفل مصري فاز بالدورة رقم 45 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسابقة من ضمن الفرع الرابع، وبيتخصص بحفظ 15 جزء متتالي مع حسن الأداء والتجويد. ناس كتير قوي مش بتتكلم عن نصر، بس أنا بشجعك قوي يا نصر وبدعمك حقيقي. بجد انت فخر لكل الأطفال المصريين وفخر لينا كلنا. كمان نصر حصل على مكافأة بقيمة 150 ألف ريال. برافو عليك يا نصر، أنا مبسوطة قوي عشانك. تاني حاجة، شركة مصرية قررت تشتري طن القمح ب 14 ألف جنيه وتحط عليه شوية مية وحبة خميرة وتعمله عيش وتجمده في كونترات وتبعته لأمريكا علشان تبيع الطن الواحد ب 325 ألف جنيه. كتير قوي من المصريين في أمريكا بدأوا الأول يدوروا عليه ويسألوا عليه ويشوفوه هو فين في السوبر ماركت، وكمان دخل منافسة قوية جدا مع الكرواسون والتوست، وأصبح كمان يصنف من الأكثر مبيعا وبيخلص يوميا بمجرد ما يتحط في السوبر ماركت. وده عامل دهشة كبيرة جدا للمتاجر واصحابها اللي مستغربين براند مش معروف وبيخلص بسرعة وكمان مكتوب عليه ان هو منتج مصري. كيس العيش بماركة اسمها بلدي، وهو عبارة عن 5 أرغفة وزن 400 جرام وبيتباع بسعر 2.5 دولار. تحياتي طبعا للشاب اللي اخترع الفكرة ديت، وبقولك ان فعلا انت اثبتت لشباب كتير جدا ان مفيش فرصة في الكوكب الا وليها مصدر رزق. كلنا بس نسعى وسيبوا الباقي على ربنا. اتمنى تكون حلقة النهاردة حلقة خفيفة جدا. وبالمناسبة انا برضو حابة اشجع كل حد فينا، كل ام بتشتغل، كل اب بيسعى عشان يربي اولاده، وكل طفل بيروح مدرسته وبيذاكر وبيروح دروسه. كل واحد فينا يستحق ان هو يتشجع، وهفضل دايما اشجع ابن بلدي. كان معاكم فاطمة عادل من بودكاست غسيل افكار. سلام.